ازاي نتخلص من الفراغ النفسي او الفراغ العاطفي؟ صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصل لك في الفيديو ده. انا ندى حشيش، لو مهتمه كملي الفيديو. اول حاجه، ايه الفراغ النفسي ده؟ الفراغ النفسي ان انت او ان انت مش عارفه انت عايزه ايه، مش عارفه انت عايشه ليه، الايام كلها شبه بعضها. مش عارفه هدفك في الحياه، عايشه كده وخلاص بتقضيها. الفراغ العاطفي ان انت حاسه طول الوقت ان انت محتاجه الحب، محتاجه الاهتمام، محتاجه القبول، محتاجه لحاجات كتير، وللاسف لمشاعر يعني. ومع الاسف الشديد ده من ضمن الاسباب اللي بتخلي خصوصا البنات بتدخل في علاقات كتير قوي، وبيحصل برضو مع الرجاله بس هو البنات بالاكثر يعني. في حياتي بتخليها تدخل في علاقات طول الوقت وهي ممكن تكون مش مناسبة، مش مستعدة، هي بس كل حكاية عايزة تملى الفراغ ده، عايزة حد بلا 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 يقعد يتكلم، يقول لها، يديها مشاعر، حتى لو بيفيك المشاعر دي هي عايزة طول الوقت تسمع. حتى لو العلاقات دي مش مناسبة، حتى لو مش شخص مناسب، حتى لو على كل المستويات. حتى لو هي مش مرتاحة في العلاقة دي هي مكملة، لمجرد بس ان هي حاسة بفراغ عاطفي او خايفة من الوحدة، او خايفة ان هي من الفقد، او خايفة من ان هي تقابل المشاعر دي بتاعة الفراغ العاطفي وهي قاعدة لوحدها. طب ايه اكبر الاسباب اللي بتعمل الفراغ ده؟ زي ما قلت لك، اول حاجه الروتين، الايام كلها شبه بعضها، مفيش حاجه مهمه بنعملها، اللي بننام فيه بنصبح فيه هي نفس الحكايه، نصحى من النوم نترمي على الكنبه نشغل التلفزيون. هي دي الحياه يعني، مفيش حاجه نطلع منها. اول عزله ان انت عازله نفسك قوي عن الناس، ايا كان بقى انت يعني الاسباب بتاعتك. زي ما قلت لك انت يعني، لو هنتكلم بعد كده العلاج بعدين. العزله او فقدان الشغف، ان انت الحاجات اللي انت كنت بتحبيها بطلتي تعمليها، خلاص ما عدتيش حاجه تعمليها. زهقتي منها، مش قادره تكمليها، شغل بقى، دراسه، موهبه معينه انت كنت بتمارسيها. العلاقات الفاشله مثلا، خرجتي من تجربه قريب، حد مثلا، كنت ارجعي الفيديو العلاقات وانت هتفهمي ايه اللي برضو اللي بيحصل في النقطه دي. خرجتي من تجربه قريب وانت كنت محوره كل حياتك حوالين شخص معين، ففجاه اما اختفى اخد معاه الحياه كلها. طب ايه العلاج؟ اتفرجي على كل فيديوهاتي، والله ما مش بهزر معاكي. اتفرجي، لو انتي بنوته اتفرجي على كل فيديوهاتي. ايه ايه العلاج؟ ان انتي تحاولي بقى يعني تدخلي حاجات جديده حياتك. يعني خلاص فقدنا الشغف في حاجه، نحاول. اتفرجي على فيديوهاتي يا بنتي، والله يعني انا حاسه ان اللي بعيده بزيد. تمام. تحاولي انت تدخلي حاجات جديده حياتك، تشوفي مثلا مهارات جديده، تشوفي كورسات جديده، اقري كتب، قومي كده، فاهم يعني ايه، هزي كتافك وانزلي كده، ابرمي، شوفي مثلا حاجه جديده تعمليها، العبي لعبه جديده، العبي باليه، عومي كلابي، اعملي اي حاجه. اخرجي من العزله بتاعتك. يعني لو انت مثلا آه، منعزله عشان انت مثلا مواقفك ما كانتش كويسه مع الناس، او تجاربك فاشله مع الناس، او علاقاتك مع الناس احسن حاجه، فلا، مش حته انا هقفل على نفسي خلاص انا ما عدتش هعرف حد، لا دي مش حاجه كويسه. اعرفي ناس شبهك، دول موجودين في كل، روحي مكتبه، روحي جيم، خدي كورسات. في الف طريقه وطريقه دلوقتي بقت موجوده ان انت تقدري ان انت تدخلي بيها في علاقات جديده. حاولي مثلا تدوري على الناس اللي انت بتحبيهم، او اللي انت متاكده انهم بيحبوكي، سواء الاهل، الاب، الام، القرايب، صحبه قديمه مثلا. حاولي انت فاهمه ان انت يعني ترجعي تبقي قاعده مع الناس اللي طول الوقت بيسمعوك كلام حلو، او اللي هم بيشبعوكي من فاهمه قصدي. ارجعي الفيديو العلاقات، ارجعي الفيديو الاهداف، ارجعي لكل الفيديوهات، شوفي كل فيديوهاتي، وبعد كده نبقى نرجع نتكلم في النقطه دي، هتلاقي علاج تقريبا لكل حاجه انا بقولها. طيب عملتي اللي انا بقول عليه وشفتي كل فيديوهاتي وبرضه مفيش، مش عايزه تتحركي، مش قادره، في الحاله دي هو احتمال الموضوع يكون انت كده داخله في سكه احتراق نفسي او اكتئاب. ف انا مش عارفه يعني، مش عارفه المسميات اللي بقولها صح ولا لا، بس هو في مشكله نفسيه في الموضوع. فانتي محتاجه ان انتي ساعتها ان انتي ما تتكسفيش ان انتي
تكلمي مختص او تتواصلي مع مختص. صدقيني في دلوقتي ابلكيشنز كتير. لو انت محرجه يعني ان انت تروحي لحد ما تتخطي الخوف ده، مع ان هي مش حاجه تكسف، واحنا دلوقتي المفروض في 2000 داخلين خلاص على 2025، فدي مش حاجه تكسف. كل انسان في الدنيا محتاج ان هو يتواصل مع دكتور نفسي يا جماعه. كلنا عندنا مشاكل، كلنا محتاجين نتكلم مع حد يكون عنده وعي ويكون بيكلمنا بشكل علمي، مش حد ان هو نقعد نقول له مشكلتنا فيقعد يعلي علينا فنقعد نفتي على بعض كلنا. لا، احنا محتاجين حد مختص فعلا ان احنا نحكي له مشاكلنا ويدلنا، يعني مش يضلنا، يدلنا على الطريق الصح يعني، او على ايه اللي احنا نعمله عشان صحتنا النفسيه دي. زي كده مع عضو لما بيجيلك شويه برد ولا بتتعبي ولا صداع، ما انت بتروحي للدكتور. لكن النفسيه دي برضو ده المفروض انت تراعيها. دي المفروض ان زي ما بتتعبي دي برضو هتتعبك، هتخليكي مش عارفه تعيشي. في امراض كتير قوي بتيجي جسديه واصلها بيبقى في العامل الاساسي سبب نفسي، فما تتكسفيش ابدا ان انت تروحي لدكتور او مختص او مرشد نفسي. ولو انت محرجه من الموضوع او امكانياتك الماديه ما تنفعش، اللي اعرفه ان هو في اماكن بتبقى الموضوع بسعر رمزي. تاني حاجه ان في ابلكيشنز بتبقى فيها تجربه مجانيه ان انت تعملي تشاتنج مع مع مختصين او مرشدين نفسيين. فشوفي، المهم انت ابدأي وخدي خطوة تجاه نفسك عشان ما تسلميش نفسك ده، عشان صدقيني عواقبه مش كويسة. وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان هو يكون فادك، يعني زادك قيمة او فائدة. شكرا انك شاركتني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. مع السلامة.